تجربتي في عملية التكميم واللي حصل لي بعدها واللي شفته بعد كده ما تخيلتش ان انا كنت اخطر قرار بالشكل ده، ان انا اعمل قص معدة ويحصل لي كده بعد 7 شهور ونص. ما تاخدوش بالشكل يا جماعة، ده كل حاجة بما يرضي الله حصلت لي في التكميم قبل وبعد وده اللي شفته بعد. ناس كتيرة قوي قالت لي سارة قولي لنا تجربتك في التكميم قبل وبعد. طيب تعالي كده، انا عملت عملية التكميم وانا 100 كيلو تمام، وطبعا اخترت اشطر دكتور جراح دكتور رامي حلمي، ده بالنسبة لي اشطر دكتور. انا رحت له 100 كيلو، هنا كانت اول متابعة بعد اول شهر وكنت خاسة 10 كيلو، هنا كنت 90 كيلو وانا لابسة الاورنج، كنت 90 كيلو ودكتور احمد مطر كان بيوزني. هنا بعد ما كملت شهرين ورحت تاني شهر متابعة. عايزة اقول لكم احلى مركز يعمل متابعة بعد العملية دكتور رامي حلمي. عايزه اقول لكم كل شهر بيتصلوا بيا يا ساره انت عامله ايه في العمليه، والله كل الناس اللي عملت التكميم بيتصلوا عليهم. تمام، هنا دي كان تاني شهر بعد العمليه. انا دلوقتي عامله عمليه التكميم بقالي 7 شهور ونص، فاضلي 15 يوم واكمل 8 شهور عمليه التكميم. خليكم فاكرين شكل كويس عشان اخر الفيديو انتوا هتشوفوا حد تاني خالص. انا كنت 100 كيلو وهتشوفوا دلوقتي انا بقيت كام كيلو. عايزه اقول لكم احسن دكتور انا اتعاملت معاه بما يرضي الله دكتور رامي حلمي، ولو حصل لي اي حاجه او فيها اي جراحه هعملها هتبقى ان شاء الله على ايد دكتور رامي. انا بوريكم نفسي قبل ما اخس قوي كده، لان اللي هتشوفوها في اخر الفيديو غير اللي انتوا شايفينها دي خالص. حبيت اشكر دكتور رامي قبل ما اوريكم انا وصلت لايه، واشكر كل التيم اللي مع دكتور رامي. ده صوري بعد شهرين من العملية، تعالوا بقى شوفوا صوري دلوقتي وشكلي بعد العملية. الناس هتقول لي يا سارة هي عملية التكميم ملهاش عيوب، انا بالنسبة لي بالنتيجة اللي انا وصلت لها، انا دلوقتي 65 كيلو ان شاء الله، فاضل لي 10 كيلو على المثالي. انا لو رجع بيا الزمن من 7 شهور ونص، انا عاملاها بقالي 7 شهور ونص، هعمل عملية التكميم تاني، لاني انا كنت بحاول اعمل دايت كتير وعمري ما كنت بفلح في الدايت، وكنت اعمل الدايت اسبوع اتخن بعديه باسبوعين تاني، ما كنتش بكمل عشان كنت بضعف قدام الاكل والكميات اللي باكلها. عايزه اقول لكم ان في ناس كتيره قوي معروفه على السوشيال ميديا بتطلع تضحك عليكم وتقول لكم انا خسيت على البرشام ده، انا خسيت على الكرسي ده، والله بيبقوا عاملين عمليات تكميم وما بيقولوش عشان يطلعوا يعملوا لكم منتجات تخسيس، يعملوا لكم كرسي. لكن انا يوم ما عملت عمليه التكميم طلعت قلت لكم انا عملت تكميم، وبجد انا بشكر دكتور رامي على العمليه، عارف يشيل النسبه المحدده للعمليه، وفعلا قمت منها على خير، بشكره من كل قلبي. انا كنت شايفه ان قرار العمليه ده قبل ما اروح اعملها اخطر قرار. عايزه اقول لكم اول لما شفت دكتور رامي حلمي والتيم في العياده انا ارتحت بصراحه. انا ما كنتش اتخيل ان المايوهات بتاعه البحر تبقى عليا بالشكل ده. عايزه اقول لكم اي حاجه بتعجبني بروح اشتريها، بتيجي مقاسي من غير مقاس، ما شاء الله ثقه بالنفس. وكنت زمان بدور على الحاجه اللي تيجي مقاسي، دلوقتي لا، انا بدور على اشيك حاجه والبسها. اللهم لك الحمد، اتعافيت من انزيمات الكبد وسرعه ضربات قلبي، وانا عندي صمام على القلب. انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده. الناس كتير قوي قعدت تقول لي يا ساره كلمينا عن التكميم، ايه عيوبه وايه مميزاته. عيب واحد بس، ان انا شعري وقع، وبعد ال6 شهور بيرجع تاني. انا دلوقتي عاملاها بقالي 7 شهور ونص، فاضل لي 15 يوم على الشهر الثامن ويبقى عاملاها بقالي 8 شهور. انا طولي 159 سنتي وانا نفسي اوصل ل 55 كيلو، فاضل لي 10 كيلو واوصل ل 5. حبيت اعمل لكم الفيديو ده وانا بقيس المايوهات دي انا ما كنتش احلم ان انا البس ميديوم زي ما انتم شايفين. غير ان انا خفيت من الكبد، اللهم لك الحمد، والقلب عندي وحاجات كتيرة قوي اتظبطت عندي. غير الناس كانت بتشوفني بتديني 40 سنة، بتديني سن كبير، وانا كان عمري 33، دلوقتي الناس بتديني حاجة و20 سنة، صغرت في